الفيديو ده حرفيا متصور 2021، بس انا نسيت انزله. كنت جايبة في الوقت ده، لو في فيديو مشتريات لو كنت شفتوه كمان، آم، الايس كريم ده بتاع باب الشام. هو كان عرض في اتنين فانيليا واتنين شوكولاتة، وكان كمان معاه معلقة هدية. العرض ده كله بكام؟ كان حرفيا ب19 جنيه ونص. فانا جبته. حرفيا احلى بودرة ايس كريم كلتها في حياتي. بجد بجد بجد، كان طعمه وهم. انا من بعدها، من بعد لما جبته، انا مشفتوش تاني في السوق. مش عارفة بقى ان كان موجود ورجع تاني باسعار يعني دلوقتي وكده ولا لا. طبعا هو كل عبوة تقريبا بتاخد يا 100 ملي يا 200 ملي من اللبن. طبعا اللبن لازم يكون نوعا ما متلج، علشان لما بقى تضربي طبعا بقى ياخد القوام اللي احنا كلنا عارفينه. حطيته بقى كده وبدأت كده ان انا اقلب كده بالراحة، علشان ما ينطورش والكلام ده. وبدأت بقى ان انا اضرب فيه. هنا بقى كان بدأ ان هو ياخد القوام الغليظ شوية. طبعا هو ولا احتاج سكر ولا اي حاجة، هو مجرد اللبن وبس كده. كان طعمه وهم وهم وهم. حرفيا كان طعمه رهيب، والكمية كانت ما شاء الله تحفة على السعر بتاعها. فهنا بدأ ان هو ياخد القوام الغليظ، بس هو مش هياخده قوي قوي، لان هو لازم يكون كريمي ويبقى شبه الكريمة السايلة كده. ويبقى زي كده زي ما هتشوفوا، علشان لما يتجمد يبقى ناعم، ما يبقاش تخين قوي يعني. حطيته بقى كده في العلبة دي، وحطينا كده يعتبر خلصنا اول حاجة. غطيته بقى وحطيته في الفريزر. نيجي بقى هنا للشوكولاتة، زيه برضو هو عملت برضو الكمية كلها. كان تحفة الشوكولاتة، يا لهوي، انا فاكرة طعمه لحد دلوقتي. يعني انا بقول لكم ان الفيديو ده في 2021، بس انا فاكره طعمه لحد دلوقتي. ولما اتجمد الشوكولاته بالذات حتى لونها اغمق، مش عارفه ازاي. فاللي هو الله، انا عن نفسي الاقيه. يعني انا اكيد الفتره الجايه ان شاء الله هبقى هركز يعني في القسم بتاع الحلوي الحاجات دي، وهشوف يمكن الاقي زيه. بس هو طبعا اكيد مش هيبقى بالسعر بتاع زمان ده. ده بقى هنا بعد لما جمد، يا لهوي على الحلاوه. بجد بجد الكميه كبيره ما شاء الله. طبعا نضيف، تحفه. طعم رهيب، الشوكولاته رهيبه. يعني انا عماله اشاور لكم، الشوكولاته رهيب 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 رهيب. فاتمنى ان انا الاقيه، ويكون برضو سعره مناسب، وان شاء الله اجيبه واعمله معاكم بقى تاني بقى تاني. طبعا فقرة الدواء او الدواء التذوق لا يمكن كده تعدي هباء. بصوا الشوكولاتة، يا لهوي يا لهوي على الحلاوة. حرفيا تحفة. انا ماليش في الفانيليا قوي، بس هو تمام حلو برضو. بس الشوكولاتة احلى. بس كده يا بنات، ده كده كان الفيديو قديم بس منزلش على قناة قبل كده. هنا كنت بوريكم الغمقان بتاع الشوكولاتة، اللي هي اغماء بعد لما دخل الفريزر. فاللي هو تحفة بصراحة، تحفة. بس انا عن نفسي لو لقيته هجيب شوكولاتة بس واعمل بقى جنبه صوص شوكولاتة كده، هيبقى اكيد تحفة. ده كده شكل العلبة، وكان معاه معلقة هدية. هي كانت موجودة المعلقة، بس انا مش لاقيها، مش عارفة راحت فين. بس كده يا بنات، ده كده كان فيديو صغنون لطيف ظريف. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.